عمرك قابلت حد شاطر جدا بس مش ناجح؟ أو حد مش أذكى واحد لكن ناجح ومحبوب ومؤثر في الناس؟ السر هنا مش في الذكاء العقلي، السر في حاجة اسمها الذكاء العاطفي. الكتاب اللي معانا النهاردة هيغير نظرتك تماما للطريقة اللي بتفكر وبتتعامل بيها. كتاب مهم جدا اسمه الذكاء العاطفي Emotional Intelligence لدانييل جولمان. أنا أحمد، ودي صفحة جديدة من قناة صفحات، ويلا بينا نبدأ الرحلة. يعني إيه ذكاء عاطفي؟ الذكاء العاطفي مش إنك تكون حساس أو عاطفي بزيادة، لا، هو قدرتك إنك تفهم مشاعرك وتسيطر عليها، وكمان تفهم مشاعر اللي حواليك وتتعامل معاهم صح. يعني مثلا لما حد يضايقك بتتصرف إزاي؟ بتنفجر؟ بتسكت؟ ولا بتقدر تهدي نفسك وترد بعقل؟ الفرق بين التلاتة دول اسمه الذكاء العاطفي. مكونات الذكاء العاطفي: الكتاب بيقسم الذكاء العاطفي ل5 مهارات أساسية. الأولى الوعي الذاتي، إنك تكون فاهم مشاعرك وبتلاحظها أول ما تظهر، مش بتتجاهلها أو تتصدم منها. ثانياً إدارة الذات، يعني تقدر تتحكم في مشاعرك، مش أي حاجة تضايقك تكسرك، ومش أي انفعال يجرك لقرار غلط. 3 التحفيز الذاتي، تقوم من جواك، مش لازم حد يشجعك دايما حتى لو الدنيا ضدك، الذكاء العاطفي بيخليك تكمل. 4 التعاطف مع الناس، تحس باللي قدامك من غير ما يقول، تفهم إحساسه وتعرف تتصرف معاه باحترام وإنسانية. 5 المهارات الاجتماعية، إزاي تتعامل مع الناس، تحل مشاكل، تفاوض، تتواصل، وتقود فريق. ليه الذكاء العاطفي أهم من الذكاء العقلي؟ الذكاء العقلي مهم طبعا، بس الذكاء العاطفي هو اللي بيخليك تنجح في الحياة الحقيقية. في الشغل مش مهم تكون عبقري، المهم تعرف تتعامل مع الضغط، مع زملائك، مع المدير، مع نفسك وقت الغلط. وفي العلاقات مش هتنجح لو مش عارف تسمع أو تتفهم أو تهدي نفسك. النجاح مش في اللي عنده معلومات أكتر، النجاح في اللي بيعرف يستخدم نفسه صح وقت الجد. إزاي تطور ذكائك العاطفي؟ أول خطوة، راقب نفسك. كل يوم اسأل نفسك: أنا حسيت بإيه؟ ليه حسيت كده؟ تصرفت إزاي؟ الوعي هو البداية. تاني خطوة، اتعلم تفصل بين الفعل ورد الفعل، يعني مش أي استفزاز يخليك تنفجر، خد نفس، فكر، وبعدين رد. تالت خطوة، اسمع الناس بجد، مش بس تسمع كلامهم، اسمع مشاعرهم كمان، خليهم يحسوا إنك فاهمهم مش بتحكم عليهم. رابع خطوة، طور مهاراتك الاجتماعية، كلمة لطيفة، شكر، اعتذار، طريقة كلامك، كل ده بيفرق جدا. الذكاء العاطفي في الشغل والعلاقات، الذكاء العاطفي هو السر ورا القادة الناجحين والمديرين المحبوبين والأشخاص اللي الكل بيحب يتعامل معهم. ناس كتير اتوظفوا بسبب CV قوي، لكن استمروا في الشغل بسبب ذكائهم العاطفي. وناس فقدت فرص عظيمة بس علشان معرفوش يتحكموا في مشاعرهم. اللي بيفرق فعلا هو إزاي بتتصرف وقت الشدة، وده اللي بيقيسه ذكائك العاطفي. الذكاء العاطفي مش مهارة بتتولد بيها، دي حاجة بتتعلمها وتتطور فيها كل يوم. ابدأ، لاحظ نفسك أكتر، افهم مشاعرك، طور استجابتك، وهتلاقي كل علاقاتك وشغلك وحتى راحتك النفسية بقت أحسن بكتير. ودي كانت صفحة جديدة من قناة صفحات. لو الفيديو عجبك ابعته لحد يهمك أمره واشترك معانا، علشان كل كتاب هنا هو صفحة جديدة في حياتك. سلام.